ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده مختلف شويه. قلت اعرفكم على ريانة. ريانة من الطيور طبعا الجارحه، الصقر من الطيور الجارحه، وكريه. فحبيت كده يبقى فيديو كده ترفيهي مختلف للناس اللي هي بتحب الصقور، بتتعامل مع الطيور الجارحه، الناس اللي بتحب الحاجات دي. فالفيديو ده ان شاء الله هيعجبكم. طبعا مراحل تدريب الصقر بتبقى مراحل كتيره قوي، مرحله التدريب، مرحله الملواح، مراحل كتيره جدا. بس طبعا في الفيديو ده مش هنلحق ان احنا نتكلم على كل المراحل، بس ممكن ان شاء الله بعد كده لو انتوا حابين ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية واكلمكم على مراحل تدريب الصقر، ازاي ان احنا ندربه. يعني هناخدوها كده مرحله مرحله لو انتوا حابين الموضوع ده. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم بقى على اول مرحله من مراحل تدريب الصقر، وهي مرحله التدهيل. التدهيل ان انا ابتدي ان انا يعني اخليه ان هو ايه، يتعود على الانسان ويتعامل مع بقى البني ادمين والكلام ده وكده. ادربه بقى، لانه طبعا الصقر بيبقى جاي طبعا مش متدهل ولا اي حاجه، مش متدرب اصلا على ان هو يتعامل مع البشر يعني عامه. فاحنا بقى لازم ان احنا ندهله. فهقول لكم النهارده كده ان شاء الله كده يعني حاجات مختصره، الناس اللي حابه انها تعرف ازاي انها لو حابه انها تربي صقر او كده وتدربه. مرحله التدهيل دي بتبقى اول المراحل في تدريب الصقر، وبتبقى طبعا اهم مرحله. ليه؟ لان هي بيترتب عليها بعد كده سلوك الطير في المراحل الجايه. على اساسها بيحدد الصقار الطريقه الصح ان هو يتعامل مع سلوك الطير وشخصيته، وازاي ان هو يروض ترويض الصقر. طيب هنبدأ ازاي؟ في البداية احنا بنجهز طبعا ادوات الصقارة اللي هي بتبقى مستخدمة مع الطير. بنستخدم الادوات بالترتيب كده زي ما هقول لكم. اول حاجة احنا بنركب السبوق اللي هو ده كده، بنركبه في قدم الطير، بنركبه في القدم بتاعة الطير. وبعد كده بنبتدي ان احنا نحط البرقع. بصوا البرقع اللي هو ده اللي هو بيتحط على راس الطير، بنبتدي ان احنا نحط بقى البرقع. ليه بقى؟ عشان هو يعني ما يشوفش حاجه ويبقى هادي كده وما يبقاش متوتر. فبنحط البرقع ده على راسه، وبكده بقى احنا بنكون جاهزين للمرحله الاولى اللي هي مرحله التدهيل. ازاي بقى ان انا يعني ابتدي ان انا اتعامل مع الطير في البدايه؟ التعامل مع الطير في البدايه بيبقى من طرف واحد بس، وهو الصقار اللي هو انا. يعني الطير بيكون مش شايف، ودايما بيبقى لابس البرقع ده اللي على راسه، والتعامل بقى دايما بيبقى بحذر وبطء كده في البدايه. بعد كده نجيب بقى كميه طعام كده يعني مناسبه كده على حسب نوع الطير. نبتدي بقى ان احنا نقطع حتت كده صغيره من اللحم كده، بتبقى حتت من اللحم كده صغيره. نحاول بقى ان احنا ناكل الطير كده وهو متبرقع في البدايه، ناكله كده بحرص يعني من غير ما هو يشوفنا اصلا. وهنا بقى بنكون احنا خلاص اخدنا كده جزء صغير من ثقه الطير، بان هو بقى خلاص بيحس بقى بامان، وان البني ادم ده يعني مش بيأذيه، ده هو بياكله وبيديله اكل، فخلاص بيبتدي ان هو يحس شويه بالامان. بنكرر العمليه دي لمده يومين على حسب استجابه الطير للاكل. وبعد كده بقى كمان شويه كده، كمان يومين، نبتدي بقى ان احنا نفك بقى البرقع ده، نفك البرقع بحيث ان هو بقى يبتدي يشوف، ونتعامل معاه زي ما كنا بنتعامل معاه وهو بالبرقع بالظبط، يعني من غير ما نخاف، عشان يبتدي ان هو يربط احساسه بالامان وهو لابس البرقع باللي هو شايفه دلوقتي، ويعرف ان هو مش مصدر خطر، وانك انت اللي كنت بتاكله وهو متبرقع. ونبتدي بقى ان احنا نجيب قطع اللحمه الصغيره دي وناكلها للطير وهو بقى شايفنا، عشان يبتدي بقى ان هو يعرف الصقار بقى يعرف صقاره، ويعرف بقى ان انا اللي كنت باكله وان انا مصدر الامان ليه. وبعد فتره الاكل دي لازم نحاول ان احنا يعني نقعد مع الطير فترات طويله شويه، يعني حوالي كده من 6 ل 10 ساعات يوميا، علشان نهدي طباعه، يعني نهدي طباعه كده شويه. وفي الفتره دي بقى بنراقب تصرفات الطير عشان نعرف ان احنا نتعامل معاه. ودايما كده نمسح على صدره وعلى وشه كده بايدينا، وعلى رجله كمان. وكل فتره بقى كده نحاول ان احنا نلبسه البرقع ونخلعه علشان هو ياخد عليه. طبعا كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هتختلف طبعا من طير للتاني، يعني هتختلف في الوقت وفي التصرفات كمان. ممكن مثلا يكون في طير مثلا بيخاف بزياده، فده مثلا ممكن ياخد معانا مثلا وقت اطول. وفي طير كمان ممكن مثلا ان هو يعض مثلا ايدينا او صبعنا،
وده مثلا الطير بقى اللي بيعض ده، انت ممكن مثلا تجيب حجر وتخليه اللي هو يبتدي ان هو يعض فيه، عشان يبتدي ان هو يحس ان العض ده مؤذي ليه. ويفضل ان هو يكون الحجر ده يعني لون جلد الايد، عشان الطير ما يعرفش ان هو يفرق بينهم. ولو حصل والطير مثلا حاول ان هو يعض ايدك، حاول ان انت تدخل ايدك جوه منقاره، يعني دخل ايدك جوه منقاره بعيد عن الابره دي اللي هي في اول المنقار، عشان طبعا ايدك ما تتعورش والطير يبتدي يحس انك خايف منه. لان انت طبعا لو هو حس انك خايف منه، لو مثلا حطيت ايدك وجا عضك فانت شلت ايدك، فهيبتدي ان هو يعضك تاني. فانت لا، لما يبتدي ان هو يعضك لا، خلي برضو ايدك، يعني حاول ان ايه ما تبعدش ايدك عنه كده مره واحده. طبعا لما ما بنلمس الطير، ما بنلمس الطير كده من ورا، لا بيبقى اللمس من قدام، اللمسه على منقاره، على صدره، على رجله كده. وزي طبعا ما قلنا في الاول ان مرحله التدهيل دي بتبقى طبعا اهم مرحله، وهو ده اللي بيتحدد على اساسه بعد كده شخصيه الطير. ان الطير اي طبع هيتطبع بيه بيبقى صعب ان هو يعني يتغير بعدين. بعد بقى ما نعمل كل الخطوات دي ونلاقي الطير ابتدى ان هو يبطل خوف وتردد، ابتدى ان هو ياكل كويس من غير ما يخاف، وده غالبا بيحصل في فترة كده من 3 ل 7 ايام على حسب شغلك مع الطير وشخصيته واستجابته. نبتدي بقى بعد كده ندخل في المرحلة التانية. احنا اصلا عندنا مراحل تدريب الطير الجارح 5 مراحل، بيبقوا ال5 مراحل مكملين لبعض، وما ينفعش ان انت يعني تأثر في اي مرحلة منهم. اول مرحلة اللي هي مرحلة التدهيل اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، بعد كده مرحلة الدعوة، وبعد كده مرحلة الملواح، وبعد كده مرحله العلومه، وبعد كده مرحله الهدد. طيب احنا كده قلنا مرحله التدهيل، نيجي بقى على المرحله اللي بعدها، المرحله الدعوه على الايد، ودي بتبقى مرحله مكمله لمرحله التدهيل، بتزود من ثقه الطير بالصقار عشان يتاكد الصقار من استجابه طيره على الاكل. وهنا العلف او الطعام هو اللي بنتحكم في تمرين الطير من خلاله. وفي الفتره دي بقى هنبتدي ان احنا نقلل من وزن الطير شويه، بان احنا بقى هنبتدي ان احنا نقلل وجبه الطير من العلف، علشان يبقى ان هو دايما محتاج للاكل. وبما ان طبعا انت مصدر الاكل ليه، فطبعا هيفضل محتاجك عشان انت هتبقى مصدره الوحيد للطعام. ازاي بقى ان انا ابدا في الدعوه دايما في البدايه بيكون من مكان الطير، يعني من على الوكر اللي هو واقف عليه، من على وكره. بتبتدي بقى كده ان انت تقرب منه كده الجوانتي، وفي الطعام كده مسافه بسيطه، عشان الطير بقى يبتدي يحاول ان هو ينط من الوكر ده اللي هو بيبقى واقف عليه، يبتدي ينط بقى من الوكر للجوانتي بقى ليا، عشان طبعا ياكل. وتحاول بقى ان الموضوع ده يعني يبقى بهدوء كده، بعيد عن اي دوشه او توتر، ما يبقاش بقى في حد حواليك. يعني حاول كده تبقى انت وهو كده بس، يبقى الموضوع كده فيه هدوء عشان يركز معاك. وبتفضل بقى مع الطير كده واحده واحده توريله الاكل، وما تدهوش الاكل الا لما ينط على الجوانتي، وساعتها بقى بياخد قطعه بسيطه جدا. وبعد كده بقى تبتدي ان انت تكرر الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اول يوم على حسب استجابه الطير. والاكل بقى تحاول ان هو يكون في وقت محدد في اليوم اللي هو وقت التدريب. الطير بقى في الفتره دي مش بياكل باقي اليوم، ووقت التدريب ده بيبقى مهم قوي ان هو يكون في نفس الميعاد كل يوم. والاحسن ان هو يبقى الصبح بدري قوي، يعني من الساعه مثلا 5 الصبح 6 الصبح، يعني حاول ان هو يبقى بدري قوي خصوصا في بدايه التدريب. ويفضل طبعا ان الطير ان هو ينام في مكانه بعد المغرب في هدوء، وهو طبعا بيبقى متبرقع عشان تحافظ طبعا على صحته ولياقته، وعشان يعني ما ترهقوش كتير. الا بقى في حاله لو عصيان بقى الطير في التدريب، ممكن بقى ساعتها ان احنا نسهر فتره عشان يبتدي ان هو يستجيب ويتعود. لكن بمجرد ان انت خلاص نهيت مرحله التدهيل، يفضل ان هو الطير ينهي يومه بعد المغرب ويبتدي يومه مع شروق الشمس. فمثلا لو انت ابتديت مثلا تدريب الطير الساعه مثلا 7 الصبح في مرحله الدعوه، لازم ان انت تثبت الميعاد ده كل يوم للتدريب، وكل يوم تجهز اكل الطير وتبتدي ان انت تدربه في الوقت ده، وده هيفرق مع الطير جدا ومع استجابته في التدريب. وبعد بقى ما يتم الطير خطوه ان هو ينط من الوكر على الجوانتي، هنبتدي ان احنا نكرر الخطوه دي كتير، هنكررها برضو تاني يوم في نفس الميعاد، ونحاول ان احنا نبعد اكتر عن الوكر علشان يحاول ان هو الطير يطير لينا مسافة اطول. ونزود بقى عدد الدعوة من 7 ل 10 مرات، وتستمر بقى على نفس الريتم لمدة مثلا 3 ايام. وبكده بقى بنكون ان احنا نهينا اللي احنا بقى ابتديناه بقى في البر، ونبتدي بقى ندخل في الجد. نروح بقى بالطير في مكان فاضي خالص، مثلا صحراء او ارض زراعية مثلا كبيرة، بعيد بقى على الناس والطريق، ونبتدي بقى نفك الطير ونربط الطير من السبوق بحبل خفيف كده وناعم، ونحط بقى الطير على الوكر بتاعه، ونبتدي بقى ان احنا ندعي الطير بنفس بقى الطريقة. لو لقيت بقى الطير اللي هو الجو بقى شغله وابتدى ان هو يركز بقى في الجو،
نحاول معاه لو مفيش استجابة نأكله وجبة بسيطة أقل من الوجبة الأساسية ونكررها تاني يوم في نفس الميعاد. ودايما كده كل يوم قبل التمرين نحاول ان احنا نوزن الطير عشان نتابع وزنه وصحته دايما. ولما الطير يستجيب معانا في الدعو ساعتها بقى نبتدي ان احنا نزود مسافات في الدعو مش اقل من 30 متر. والاهم من المسافة ان يكون استجابة الطير سريعة، يعني بمجرد ما ترفع ايدك وتدعي الطير على جوانتي يكون الطير استجاب وتحرك في اتجاههم على طول. وكده بقى بنكون خلاص نهينا مرحلة الدعو وتأكدنا بقى خلاص ان الطير ده خوفه اتكسر وزود بقى ثقته في الصقار. وبعد كده بقى ندخل على المرحلة الثالثة. لو حابيني بقى اكمل معاكم واقول لكم بقية مراحل تدريب الصقر اكتبوا لي تحت في الكومنتس. احنا النهارده كده اتكلمنا على مرحلة التدهيل اول مرحلة ومرحلة الدعو تاني مرحلة. يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا معانا، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا لايك كتير على الفيديو ده وتعملوا كمان شير لاصحابكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. باي.